نفس الشخص الذي تنبأ بزلزال تركيا وحدد مكانه وزمانه وقوة درجته، المتنبئ الهولندي الجيولوجي، هو نفس الذي تنبأ بزلزال المغرب، وضع خريطة المغرب ووضع عليها دائرة، وقال بسبب النشاط البركاني وحركة الكواكب والتغير المناخي والغلاف الجوي المغرب معرضة لزلزال كبير. هذا علم، لكن العلم يجب أن يكون متاح للجميع، ليس لشخص واحد. هذا ليس علم وليس تنبؤ، هذا مخطط. هؤلاء أبواق. لما تطلع ليلى عبد اللطيف وتقول هناك زلزال في المغرب، ليلى عبد اللطيف ساعات ما تعرف حتى تذكر اسم الدول، ما تعرف تنطقها صح أو اسم الرؤساء، ولما يسألها المذيع سؤال تقول ما بعرف، هيك مكتوب، هيك مكتوب. هو يعني مخطط موجود ويحتاج إلى نشر وأبواق. هؤلاء أبواق. إنزين لماذا ينشرون؟ ينشرون حتى تكون هناك أرضية جاهزة، يعني يقفون على أرضية صلبة. عندما يقولوا هناك زلزال، إذن هناك زلزال، هناك فيضانات، وباء قادم، نوع الوباء، سوف ينتشر البعوض. كل ما يكون هناك مصداقية لكلامهم، كل ما تكون الأرضية صلبة وجاهزة. هم هذا اللي يريدونه، أن أنت لما تسمع تنساق، يعني خلاص تؤمن بكل ما يقولونه. أي شيء هم يتوقعونه يحدث، خلاص هم وصلوا أنهم قادرون عليها. ولاحظ هي مثل مراحل. يعني أول شيء يصرح الأمين العام بدأ الانهيار المناخي، يعني شنو؟ يعني زلازل وفيضانات، ثم يخرج متنبئ، ثم تخرج عرافة، ثم يقع. خلاص هم وصلوا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى انهم قادرون عليها حتى يأتي أمر الله.